لقيت أي بتنجانة اوعى تاكلها، ارميها فورًا، ده بيجيب أمراض وحاجات وحشة أوي. البتنجان ده اللي كانوا بيخافوا منه زمان دلوقتي بقوا بيحشوه ويفتخروا بيه كمان. البتنجان جاي أصله من الهند وانتشر في الشرق الأوسط عن طريق التجار العرب حوالي كده القرن السابع. لكن صدقني أو ما تصدقنيش، أول ما دخل البلاد الإسلامية كان في رفض شديد جدا. كمان في القرن العاشر كانوا بيقولوا البتنجان ده ممكن يسبب أمراض سوداوية، وابن سينا كمان في كتبه وصفه إن هو تقيل على المعدة. بس في نفس الوقت محدش نكر فايدته لو اتطبخ كويس. أما بقى التحول الحقيقي حصل في العصر العثماني لما ظهرت أول وصفات الإمام بايلدي، دي اللي هي في الأساس يعني بتنجان محشي عندهم، وكانوا بيحشوه برز وخضار وبهارات قوية جدا ويتسقي بعصير الرمان ودبس العنب. ومع دخول العثمانيين لمصر الوصفة دي وصلت لنا بس على المزاج المصري، وبقينا بنعمله محشي أو مسقعة كمان. وبتنجان نفسه كمان فيه تنوع كبير، يعني عندك الرومي الكبير أو البلدي القصير وبتنجان الأبيض للحشو، وعندك بتنجان أسود تاني السواجن. أما الصعيد في ستات ما بيعترفوش بالمحشي غير لو معمول في فرن وطاجن بلدي. يعني اللي اتقال عليه زمان نبات شيطاني دلوقتي بقى طبق أساس في العزايم والمناسبات. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها. البتنجان اللي اتهموه ظلم بس كسب الطعم والمكانة. ولو عجبتكم الحكاية اعملوا لايك وسبسكرايب وقولوا لي بتحبوا تاكلوا البتنجان ازاي.